متوعدا إياهم بالقتل والسحق، كما جاء على لسانه حرفيا وعلنيا في أكثر من مناسبة مسجلة وموثقة. ومع تفجر ثورة 17 من فبراير انضم ثوار جبل نفوس الأمازيغ إلى ركبها منذ يومها الأول بعد عشرات السنين من إقصاء تاريخهم ولغتهم وبعثرة عاداتهم وتقاليدهم، وإقصاء أيضا مناطقهم عن الثروات المتآتية من النفط وتعريضها للإهمال ونقص البنية التحتية من طرق ومدارس كغيرها من مناطق ليبيا. كيف يرى أمازيغ جبل نفوس ليبيا ما بعد نظام معمر القذافي، خاصة وضع مناطقهم؟ وكيف سيعملون على إحياء لغتهم وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم؟ كل هذه الموضوعات ستناقش الليلة، لكن بداية نشاهد التقرير التالي ثم نعود. يرجع الوجود الأمازيغي في ليبيا إلى 1000 قبل الميلاد، وكانت أول إشارة له في ليبيا إبان العهد الفرعوني المبكر، فقد تمت الإشارة إلى القبائل التي تقطن إلى الغرب من وادي النيل بالمشوش والليبو. وبعد وصول الفتوحات الإسلامية ليبيا اعتنق أغلب الأمازيغ في ليبيا الدين الإسلامي ونصروه، وبدأت التركيبة الديمغرافية لليبيا بالتغير خلال القرن التاسع الميلادي، خاصة مع وصول قبائل عربية. حاليا يشكل الأمازيغ الناطقون بالأمازيغية حوالي 5% من سكان ليبيا، أغلبهم يقطن في جبل نفوس وزوارة وغدامس، إضافة إلى الطوارق والأواجلة، حيث يتكلمون إلى جانب الأمازيغية العربية التي تختلف لهجتها من مكان لآخر. أما أمازيغ جبل نفوس فيعتبرون الأكثر تمسكا بلغتهم وثقافتهم الأمازيغية. مناطق الغرب الليبي حيث تستقر قبائل الأمازيغ حاولت طويلا تحدي حكم القذافي المركزي، إلا أنها الآن أصبحت تنعم بالحرية، خاصة فيما يتعلق بمسألة نشر لغتهم الأمازيغية. وعلى إثر ذلك صدرت عدة صحف بالأمازيغية بعد عقود 4 من قمعها ومحاولات القذافي دثرها. كذلك أصبح تعليم اللغة والكتابة الأمازيغية للأطفال والشباب مسموحا بعدما كان محرما، عبر كلمات بسيطة وأشعار بالأمازيغية وسرد قصص بعض القادة الأمازيغ وبعض العادات والتقاليد القديمة. الأمازيغ يرون أن الفرصة سنحت لهم الآن لإحياء هويتهم التي أنكرها القذافي أجيالا بلا سبب. كذلك يتطلعون إلى أن تنال لغتهم وضعا مساويا للغة العربية في ليبيا الجديدة. الأمازيغ في مناطق جبل نفوس من ضمن الذين كافحوا ويكافحون لرفع علم الاستقلال منذ تفجر ثورة 17 من فبراير، بعد أن سيطروا على بلدات يقيمون فيها قرب الحدود الليبية التونسية. شنشنتي سبقاتني ما يلي غريبة